السلام عليكم. مبدئيا محدش بيحس بالوجع الا اللي اتوجع، ودي قاعدة عامة في كل حاجة. ثانيا، الإنسانية لا تشترى. لو هي مش نابعة من الإنسان اللي هو المفروض اسمه إنسان جاي من الإنسانية، خلاص مش هتقدر تعمل حاجة. ثالثا، اللي بيربي كائن في بيته، سواء لو يا رب كتكوت، في ناس بتبكي عشان كتكوت، فانت بتقولي الهبل ده. لا، مش هبل، هو روح وحاجة هو حاسسها او هي حاساها. فلو بيتربي كتكوت هيحس بالأي كائن تاني، هيحس بالإنسان وهيحس بالحيوان أكتر من أي حد مش بيربي عنده أي حاجة. الكائنات تحديدا، سواء قطط، كلاب، حمام، عصافير، أي حاجة في الكون لما بتربيها إحساسك بيعلو معاها، لانك بتربي روح عندك زي الطفل الصغير. انت بتعامل طفل صغير، مهتم بيه، مسؤول منك، بتربيه، بتخلي بالك لو هو تعب، بتخلي بالك لو هو جراله حاجه، بتجري بيه زي كأن ابنك او بنتك بالظبط. يعني حتى لو انت مش متجوزه ملهوش علاقه، يعني روح الامومه فينا كلنا حتى لو احنا مش متجوزين، وروح الابوه فينا كلنا، وروح الانسانيه المفروض اكتر من اي حاجه يعني موجوده كمان. يعني دي اقصد اساس، سواء انت كنت بقيت اب او ما بقيتش، سواء انت بقيتي ام او ما بقيتيش، اتجوزتي ما اتجوزتيش، ملهاش اي علاقه. الناس اللي بتتريق لما حد بيتسرق منه اي كائن عنده، سواء كلب او كلبه او قطه او قطه، الناس اللي بتتريق لما بتلاقي حد بيعيط عشان الكائن اللي عنده مات، الناس اللي بتتريق وبتضحك وبتستسخر وبتقعد تجرح في المشاعر بلا رحمه وبلا جدوى وبلا انسانيه، الناس اللي بتقعد برضو تتكلم لما بنقعد نقول خلي بالكم من قطط الشارع، خلي بالكم من القطط عموما، ما تخلوش اي قطط عندكم يعني تنزل الشارع وتهرب مثلا، لان قطط البيت غير قطط الشارع. كل ده انا اتكلمت عنه، انا عامله حوالي اكتر من 20 فيديو عن القطط، لان انا عندي قطط فحاسه بده، فشعرت بده قبل كده. لو عندي انسانيه مثلا 24، انا دلوقتي بقى عندي انسانيه مليون، يعني ايراد اكتر من الاول. الشخص اللي هو كان في فيديو بيتكلم فيه وبيعيط بحرقه وفي نار جواه، هو محدش فعلا هيحسها غير اللي جربها، وقال الكلام ده انا جوايا نار انت مش هتحس بيها، على سرقه الكلبه او الكلب بتاعه، ايا كان بقى ذكر ولا انتهى، مش هنفرق، مش هنختلف كتير. فبيعيط وبيبكي وبيتراجل اللي سرق الكلبه بتاعته ان يرجعها له تاني، خصوصا ان هي كمان تعبانه وهتموت معاه. طبعا في ناس كتير حاسه بالوضع، وفي ناس كتير هي مش حاسه، وفي ناس بتتريق وتقول لك ايه ده، ما تنشف، انت ازاي راجل وبتبكي، انت مش عارف ايه الهبل ده، بتبكي عشان كلبه اتسرقت ولا ضاعت ولا. ما هو انت عمرك ما هتحس بده، انت مش هتحس بده لانك انت ما ربيتش وما تربيتش الاتنين، انا اسفه يعني بجد. انت كمان عمرك ما هتحسي ده عشان انت ما ربيتيش وما تربيتيش. طب ما تربيتيش على ايه؟ ما تربيتيش على الانسانيه، ما تربيتيش على الرحمه، ما تربيتش انت كذلك. لان مستحيل يكون حد عنده كائن رباه وتربى على الانسانيه كمان وحس وشاعر هيتكلم بالطريقه دي. يا سيدي انت مش حاسس باللي قدامك، بالنسبه لك ده هبل، بالنسبه لك ده عبط، ايا كان بقى بيتكلم على ايا كان كائن حصل له ايه، مات، تعب، اتسرق، مش عارف ايه، ما تتكلمش. هو احنا لازم نعلق؟ هو احنا هنموت لو معلقناش وجرحنا بعض؟ احنا بشكل عام ما بقناش عندنا انسانيه ولا رحمه، وبس احنا فالحين نطلع نقول احنا كمان بنتكلم في الدين، او احنا بننصر الدين، او احنا مش عارف ايه، او فدين ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه اصلا، ونصايح ايه ورأي ايه وبتاع ايه اللي انتوا بتتكلموا فيه، وانتوا ابعد ما يكون عن الدين اصلا كانسانيه، كاخلاق، كتعامل. احنا بلا اخلاق وبلا تعامل وبلا انسانيه. هو الدين بس مظاهر وكلام وحافظين مش فاهمين ويلا تك 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 وخلاص ونجرح اللي قدامنا؟ يا سيدي لو ده الدين، انا شخصيا وقلتها قبل كده وهقولها تاني وتالت، واي حد اكيد مكاني متفق على هذا الامر، خاصه لما يكون بيحسس بالوجع فايا كان اي شيء بقى. انا بتكلم دلوقتي كمان بشكل عام، لو ده الدين بتاعكم لكم دينكم ولي دين. الدين ما فيهوش انسانيه ورحمه واخلاق، احنا مش عايزينه. انت مش عاجبك، مش حاسس، انت مش عاجبك، مش حاسه، مش لازم تعلق، مش لازم تجرح اللي قدامك. ايوه الراجل مقهور، عشان انا شخصيا واحده من الناس عندي قطط زي ما قلت فاشعر بيه. انا عندي روشان وليلي، ذكر وانتيه، ليلي اللي هي البنت والروشان الولد، لما بيتعبوا انا بموت. انا ساعات بفضلهم عن نفسي كتير جدا، انا لو جرالهم حاجه انا يجرالي حاجه حرفيا. الواحد لما كان بينزل برضو على القطط اللي في البيوت اللي بتتسرب، وحسبي الله ونعم الوكيل الف مره في اللي بيسربهم او بيتوهوا او بيهربوا، ومفيش اي طبعا تحمل مسؤوليه من ناحيه ده. يعني
حرفيا بيموتوا في الشارع. برضو اللي يكتب لي لا سيبوهم في الشارع، لا مش عارف ايه، لا ما بيحصلهمش حاجه، ما بيحصلهمش حاجه ايه، لدرجه ان انا عملت فيديو قبل كده نزلت فيه وصور كمان منظرهم بيتبهدلوا قد ايه، بيتبهدلوا قد ايه وبيموتوا، لان طبيعتهم في البيت والبيئه اللي هم اتعايشوا فيها في البيت اللي هم كانوا فيه والامان اللي هم حاسين غير قطط الشارع. وياما احنا قلنا كده برضو الكلاب لما بتتربى في البيوت او في اماكن معينه مع الانسان غير لما بتكون في الشارع. احنا نفهم ده لا. طب انت عندك جهل او انت عندك جهل، خلاص بقى ما تطلعيش بقى قله ادبك علينا ولا قله ادبك علينا. ده انا لما بلاقي الليلي عندي القطه بتاعتي او القط بتاعي نايم على هدومي ببقى مش قادره اقومه ولا قادره اقومها، الا لو هو بقى او هي نايمه على هدومي اللي انا خارجه بيها بضطر غصب عني، لكن غير كده ما بقومهاش، بسيبها خالص لما تنام وبعد كده اشيل الحاجه اللي تحتيها. طبعا هتتريق وهتتريق. لو انتوا بتتكلموا بالدين اجيب لكم الدين دلوقتي. حضره النبي صلى الله عليه وسلم في مره وهو بيصلي قطه نامت على اللبس بتاعه والهدوم بتاعته، عمل ايه؟ قطع طرف الثوب بتاعه، كانت نايمه على طرف الثوب بتاع حضره النبي، قطعه قصه عشان ما يقلقهاش من نومها. اللي بتتريق وتتريق وتتكلموا بالدين بس. هو ده الدين اهو، هو ده منتهى الانسانيه والرحمه. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بطلوا الاسلوب ده، بطلوا الاسلوب ده. ما عندكوش كلمه حلوه تقولوها ما تقولوهاش. مش عاجبكم اي فيديو بيتنشر، مش عاجبكم اي فعل، مش عاجبكم اي حاجه، مش لازم تعلقوا تتكلموا بقله ادب. مش هتموتوا، مش هيجرى لكم حاجه. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص بيجرح في اي بني ادم او بني ادمه، في كل شخص بيتعامل بمنتهى عدم الانسانيه والرحمه مع الحيوانات، في كل شخص بيجرح اي حد بيبكي على سرقه الكائن بتاعه او بتبكي عشان هو مات او اي حاجه. الكائنات دي حيوانات لا تنطق، هي ما عندهاش ان هي تقول لك انا جعانه او انا تعبانه غير بالاشاره، او غير لما بتنونو مثلا، او غير لما بتهوى او ايا كان. فلذلك احنا هم مسؤولين مننا، هم في الارض كده سواء في الشوارع او عندنا في بيوتنا مسؤولين مننا. انت ربنا خلقك بالعقل والاحساس وهم عندهم احساس، وممكن الحيوانات دول مش ممكن، ده بيكونوا افضل عند البني ادمين اللي زينا اللي احنا بنربيهم اكتر من البني ادمين العاديين، لانهم بيكونوا اوفياء، بيكونوا قريبين مننا، بنحسهم قوي، بيحسونا جدا اكتر من البشر نفسهم. فكفايه بقى تجريح، وحسبي الله ونعم الوكيل بجد. وربنا يرد ان شاء الله الكلبه بتاعته او الكلب بتاعه ليه، لان محدش فعلا هيحس بالنار اللي جواه غير اللي زي او زي اي حد مننا بيربي.